السلام عليكم، معايا فيديو جديد عن مشاكل البلية. دي بلية مجموعة اللي ماسكة السير بتاع المجموعة أو اللي بيحمل عليها السير الكتينة. فهي كانت عاملة مشكلة، تعمل مشكلة كتير. أي واحد يروح لأي ميكانيكي يشوف صوت وش أو زن في البلية يعرف إن في مشكلة في البلية، فما يركبهاش عشان ما تدخلوش في مشاكل. احنا معانا بليتين دلوقتي، فاعرفكم الفرق بين دي وبين دي. البليه دي بتعمل وش جامد وقطعت السير بتاع المجموعه ودخلت صاحب العربيه في مشاكل كتير. هو كان غني عنها. هو قال لي انا رحت للصنايعي، فالصنايعي قال لي فيها وش بسيط مش تعمل حاجه، فهي قطعت منه السير. يلا نسمع الصوت. بصوا الصوت بتاع البليه دي عامل ازاي. انا معلش انا بلفها عشان مفيش حد معايا في الورشه. فالزنة دي بتسبب مشاكل كتير جدا وبتدخلك في حوارات. فانت مش عشان توفر 200 جنيه تدخل في مشاكل كتير انت غني عنها. ما تغير البلية طالما فيها وش او زن، فهي بتبقى بتحمل على السير، بتخلي السير مع مرور الوقت بيقطع. فاحنا نغيرها. احنا كده هنشوف بلية تاني. زي ما انتم سامعين الوش ده مشكلة وغلط جدا وبيدخلنا في حوارات احنا غنيين عنها. انا بلفها لكم كذا مرة عشان تسمعوا. انا جبت بلية تاني شغالة اهي. كده احنا معانا بليتين. دي اللي انا ماسكها دي البايظة، تمام. كان صوتها فيها وش ومشاكل جدا. هنجيب بلية تاني كده هنلفها، مع ان البلية اللي انا جايبها هي خشنة برضو بس ما فيهاش صوت، ما ينفعش تركب. يعني لو بليتك خشنه بس مش مطلعه صوت ماشي ممكن اركبها عادي، انما البليه خشنه ومطلعه صوت عالي ما اركبهاش. بصوا اسمعوا صوت دي كده. بصوا شايفين دي عامله ازاي؟ مش عامله صوت صح؟ صوتها عامل ازاي؟ خشنه بس مالهاش صوت فبتلف. دي انا خالعها من العربيه بس صاحبها قال لي لا انا عايز اغيرها، بس ده هو المظبوط. حس ان بليته خشنه سنه اما غيرها. انما في واحد البليه بتبقى خشنه ومطلعه صوت وبيضطر يركبها، فدي بتدخله في مشاكل وتدخله في قطع سير مجموعه، وممكن الصبابات تتني، وممكن لا قدر الله البستم يصدع. بس البستم لو الصبابات خبطت في البستم هيدخلك في مشكله. ولو عجبك الفيديو بيرجع للاشتراك في القناه وتفعيل